هذا البرنامج برعاية احمد جبر غطاس هايل. مش هي دي يا عمو التانية حمرا؟ بس مش خسارة النفس ده يبقلل على الفاضي. فوقفنا وراه لحد ما دخل موسوعة جينيس عن أعمق غطسة في تاريخ البشرية. البنك الأهلي المصري راعي البطل المصري. السيد مصطفى السيد شباك رقم واحد. سؤال المليون: بنك التعمير والإسكان هل هو بنك للتعمير والإسكان فقط أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. هو بنك للإسكان؟ صح يا مصطفى، رد على مراتك. طبعا متكامل، ما هو بنك متكامل. إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقمة عيش. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة نص شعبان، وليلة النص من شعبان لها ذكريات مهمة جدا، وحادث تحويل القبلة لما تحولت من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. كانت في المسجد الحرام الأول الكعبة، ثم راحت المسجد الأقصى، ثم حولت من المسجد الأقصى ردت إلى الكعبة. ودي حادث مهم جدا بالنسبة للمسلمين، وليلة مفترجة على الشعب المصري كله وعلى المسلمين كلهم. أيام قليلة وهيشرفنا شهر البركة، شهر الخير، شهر الرضا، شهر الإحسان، شهر العطف، الشهر الكريم رمضان الكريم. رمضان بيجي، وطبعا المصريين غير أي شعب تاني. تقريبا الأسرة المصرية، أي أسرة في مصر، أي بيت في مصر، بيصرف حوالي تلت دخله على شهر رمضان بس. يعني بياكل وبيشرب في رمضان قد ما بياكل وبيشرب في خلال السنة كلها 4 شهور. 4 شهور في شهر واحد. اللي بيصرفه في شهر واحد بيصرفه على الأكل والشرب في رمضان، رغم أنه شهر الصوم. 4 شهور. يعني اللحمة والفراخ والسنة دي واللمة بقى والعزومات والكلام ده كله، واحنا شعب كريم ومضياف يعني. لكن موضوع السنة دي زاد عن حده قوي. عندنا أزمة طاحنة جدا، وهي أزمة الدولار. ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء عن السوق الرسمية. السوق الرسمية بيتكلموا في 9 إلا شوية، السوق السوداء بيدور النهاردة سعر الدولار حوالين 10 و90 قرش، يعني نقول 11 جنيه تقريبا. في الوقت اللي احنا مصر بتستورد من غذائها 70% من غذاء مصر بنستورده من الخارج. يعني اللقمة مش بإيدينا، بإيد غيرنا. اللقمة اللي بناكلها دي، لقمة العيش دي، مش بإيدينا، ده بإيد غيرنا. فرمضان السنة دي له مذاق خاص، له طعم خاص. ربما له مذاق حلو عند الناس المقتدرة، الناس اللي معاها، الناس اللي ربنا ميسر عليها وموسع عليها. لكن نسبة الناس اللي ميسر عليها ربنا وموسع عليها للشعب المصري قد ايه؟ ده نسبة بسيطة جدا. الناس بقت تعبانة، الأسعار زادت كلها بشكل رهيب جدا، 30 و40 و50% زادت، في الوقت ان الأجور ودخل المواطن، وخاصة الغلبان، خاصة لو قلنا ان احنا عندنا محدود الدخل في مصر حوالي 70 مليون من ال 90 مليون، يعني انت بتتكلم عن 70% تقريبا من سكان مصر محدود الدخل، دخلهم ما بيكفيهمش، ما بيكفيش الحاجات الأساسية. فما بالك في رمضان؟ الله يكون في عون البيوت المصرية، الله يكون في عون صاحب العيال، الراجل اللي عنده 4 عيال ولا 5 عيال، وفي ناس عندها 7 8 عيال، ربنا وسع عليهم يعني ويديهم. دول يروحوا فين؟ لهم ربنا بقى، ربنا اللي بيسرها وربنا اللي بيدبرها من عنده. لكن لازم نحسبها حسبة اقتصادية كده. الأسعار زادت والدخول ما زادتش بنفس ارتفاع الأسعار. صحيح في جهود من الدولة
وفي جهود من الحكومة انه يحاولوا يسيطروا على التضخم وارتفاع الاسعار الناتج عن ان في ازمة اقتصادية عندنا، قد يكون احد اسبابها ارتفاع الدولار وزيادة اسعار المستورد لان احنا بنستورد 70% من غذائنا، وقد يكون هناك تقصير او يعني السياسات الاقتصادية والمالية بتتبعها الدولة في تلبية احتياجات المواطن ليست على قدر المستوى، وان الحكومة بتعمل زي ما احنا قلنا كده ان الرئيس، اداء الرئيس واداء الحكومة الفرق بينهم كبير قوي. اداء الرئيس عالي قوي، مؤشره عالي قوي، واداء الحكومة لا يتجاوب مع اداء الرئيس، ودي ازمة، هي ازمة ادارة وازمة ثقة. طيب مشكلة الدواجن هنناقش. اللي بيهم المصريين في رمضان ايه؟ اللحمة والفراخ. هو الطبق الرئيسي في وجبة رمضان، في العزومات، في اصحاب العيال، اللحمة والفراخ. الناس المصريين اللي ما بيحاولش ياكل لحمة ولا فراخ في اي سنة، في اي شهر من السنة بيحاول ياكله في رمضان. فيعني ربنا يكون في عون اصحاب العيال. مشكلة اللحمة والفراخ وارتفاع اسعار اللحوم والفراخ، ومشكلة لقمة العيش واصحاب العيال في رمضان هنناقشها بعد مجموعة من الأخبار تهم لقمة العيش. وهيكون معانا ضيفين كريمين، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الأستاذ رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية الدكتور عبد العزيز السيد. ومعانا كمان رئيس شعبة القصابين اللي هم الجزارين، محمد شرف رئيس شعبة القصابين الجزارين يعني بغرفة القاهرة التجارية. هنناقش معاهم الحلقة دي ونشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين، ولقمة العيش واصحاب العيال هيعملوا ايه في رمضان. لكن مجموعة من الأخبار مهمة جدا حصلت النهاردة بتهم لقمة العيش في مصر وتهم كل بيت في مصر. النهاردة تطور خطير في إدارة الدولة للسياسات الاقتصادية والسياسات المالية والسياسات النقدية. التطور ده من وجهة نظري المتواضعة كصحفي اقتصادي أو كإعلامي اقتصادي مهتم، تطور مهم جدا في أداء المؤسسة التشريعية اللي هي مجلس النواب. مجلس النواب اللي جه بعد الثورتين. الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قال تصريح خطير جدا من وجهة نظري يصب في النهاية في صالح ضبط التصريحات الإعلامية الصادرة عن بعض النواب الغير ملمين بمفهوم وأيديولوجية السياسة النقدية، لأنه في الأدبيات الاقتصادية يجب أن تكون السياسة النقدية اللي هو بيديرها البنك القيم عليها البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين الجهاز المصرفي، لابد أن تكون مستقلة ولها طبيعة خاصة في إدارتها عن السياسة المالية والسياسة الاقتصادية للدولة، بشرط أن يكون هناك تنسيق بينهم. لكن مش كل واحد بيطلع يا جماعة، أي حد نائب، مع احترامي الشديد لكل النواب وخط أحمر كده، خط أحمر تحت اللي أنا أقوله ده، تقديري واحترامي الشديد لنواب مجلس النواب. لكن البعض يخرج ليرضي أبناء دائرته لينال قسطا من الشو الإعلامي ويتحدث عن أزمة العصر، أزمة الساعة، هي أزمة الدولار، أزمة السياسة النقدية التي تعيشها في البلد. الدكتور علي عبد العال ما عجبوش الكلام ده، وقال إن أي واحد، أي نائب يطلع يتكلم عن السياسة النقدية لازم يكون مصرفي، لازم يكون أستاذ جامعة دارس سياسة نقدية ودارس بنوك ودارس ائتمان يا جماعة. مش أي حد يطلع يتكلم عن البنك المركزي والسياسة النقدية. عندك في أهم بنك مركزي على مستوى العالم وهو الفيدرال ريزيرف الأمريكي، كان من أيام ألان جريسبان رئيس البنك ما كانش حد يجرؤ يتكلم عن الاحتياطي الأمريكي أو يطلع يتكلم في السياسة النقدية الأمريكية كده. حتى كان مقل البنك المركزي، محافظ البنك المركزي الأمريكي مقل جدا في تصريحاته، لأن ده بتأثر على الاقتصاد بشكل رهيب جدا. وأنا في نظري أهم منصب اقتصادي، أهم منصب يعني في نظري أهم من وزير المالية وأهم من وزير الاستثمار وأهم من وزير الصناعة والتجارة،
لا يقل أهمية عن رئيس الوزراء هو محافظ البنك المركزي. أموال مصر تحت يديه، أموال مصر كلها تحت يديه، تحت إيد محافظ البنك المركزي. قرار السياسة النقدية بيأثر جامد. قال إن أي نائب، ده علي عبد العال رئيس المجلس، قال أي نائب هيتحول هيتكلم للإعلام، لأنه في نواب طلعوا كتير في الإعلام في الفترة اللي فاتت وأضروا بالسياسة النقدية ومديري السياسة النقدية وأثروا سلبا على إدارة السياسة النقدية في البلد. قال علي عبد العال في جلسة النهاردة في جلسة العامة لمجلس الشعب، قال إن أي نائب يخرج إلى وسائل الإعلام ويتحدث عن السياسة النقدية، يتكلم حلو، يتكلم وحش، هيتحول للجنة القيم ويحاسب محاسبة عسيرة جدا من علي عبد العال رئيس مجلس النواب. النهارده النواب كان في نشاط مهم جدا لمجلس النواب. السنة دي موسم الميزانية، كل سنة في الأيام دي مجلس النواب، وكان قبل كده مجلس الشعب، لسه كان مجلس الشعب بيناقش ميزانية الدولة. ميزانية الدولة اللي هي موازنة الدولة، يعني بيان تقديري للمصروفات اللي هتصرفها الدولة والإيرادات اللي هتجيلها الدولة خلال السنة اللي جاية. واخر السنة اسمها الميزانية اللي اتصرف فعلا. فوزير المالية قال بيان، ووزير التخطيط قال بيان قدام مجلس الشعب، ووزير المالية أمام مجلس النواب. ارتفع الدين العام الحكومي، والبيان بيتكلم عن الدين العام الحكومي. الدين العام الحكومي كان 2.4 مليار تريليون، 2 تريليون و400 مليار جنيه. تعرف الدين العام في الموازنة الجديدة كام؟ ده الدين العام المحلي، مش الدين العام الخارجي. الدين العام الخارجي اللي هو بالعملة الصعبة، استدانة مصر، اللي مصر الفلوس بالسلفة مصر حوالي 48 مليار جنيه، 48 مليار دولار عفوا. لكن الدين العام المحلي اللي هي الحكومة، نسبة دين الحكومة فيها حوالي ما بتقلش عن 70%، 75% تقريبا. دلوقتي 3 تريليون، يا ده يدق ايه؟ 3 تريليون و1/10 تريليون، يعني 100 مليون، يعني 1/10 تريليون، يعني 100 مليار دولار، 100 مليار جنيه، 3 تريليون جنيه. احسب بقى ال 3 تريليون جنيه على 90 مليون مواطن، شوف نصيب المواطن المصري من فاتورة الدين قد ايه. مشكلة الدين العام. قال انه في برنامج مالي لإدارة الحكومة للدين العام والسيطرة على الدين العام. كشف عن مؤشرات الموازنة التقديرية للسنة الجاية 2015-2016. أهم الملامح من وجهة نظري قال إن عجز الدين، عجز الموازنة السنة اللي فاتت كانوا بيتكلموا في 251 مليار جنيه عجز الموازنة. السنة دي كام عجز الموازنة؟ 300. عجز الموازنة السنة دي 319.5 مليار جنيه. صحيح هو نسبته من حجم من الدين الإجمالي المحلي، من الناتج المحلي الإجمالي إنتاج مصر القومي كله حوالي 9.8%، لكن كان مقدر له نتيجة الأزمة الاقتصادية يوصل 11.5% من هذا الدين. لكن في حد ذاته 319 غير 251 مليار، يعني الفرق جامد جدا. وأعتقد أن الدين ده ناتج أحد أسبابه هو ارتفاع سعر الدولار. أعتقد أن التصريحات بتاعت رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مهمة جدا، وتصب في صالح ضبط إدارة السياسة النقدية وضبط إدارة الاقتصاد، وفي صالح البلد. يا جماعة مش أي حد يطلع يتكلم عن الدولار. يا جماعة فيه ناس ادوا العيش لخبازينه زي ما بيقولوا. كان عندي وزير سابق في الحكومة السابقة، وزير الاستثمار السابق، عندما تحدث في تصريح من مسؤول غير مسؤول، هو وزير الاستثمار لا علاقة له بالسياسة النقدية، لما قال الدولار بيطلع هيبقى ب 10 جنيه حرك السوق وعمل مضاربة في السوق، والدولار جاب ال 10 جنيه جاب 11 جنيه. ربنا يستر على اللي باقي. النهارده
النائب جمال عباس ده عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط انتقد بشدة قرار الصادر عن رئاسة الوزراء برفع أسعار الأدوية اللي هي أقل من 30 جنيه. على فكرة الأسعار الأدوية اللي هي أقل من 30 جنيه لما هيزيد 20% هي الأدوية اللي محدود الدخل أو معدوم الدخل، لما تروح لأي دكتور كده يقوم يرقف بحالك لو عرف حالك إنك راجل على قدك وعلى الله وشغال بعرقك وشغال بإيدك وما انتش متأمن عليك، مثلا ما فيش وظيفة معاك سنداك ما فيش حاجة، يقوم يقول لك يديك روشتة على قدك، يديك أسعار الأدوية اللي هي حنينة شوية عليك. أنا معايا النائب جمال عباس. أهلا بيك عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار. أهلا بيك يا سيادة النائب. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. تعليقك الكلام اللي حضرتك قلته ده كلام مهم جدا لانك بتنتقد الحكومه. يعني ايه مغزى انتقادك للحكومه؟ الحكومه بتقول ان هي لازم تحرك الاسعار ال 20% دي عشان اسعار الدواء اصبحت لا تتناسب مع انتاج الشركات وتكلفه انتاج الدواء في مصر. اتفضل سيادة. تمام. انا الحكومه دي عايزه من الناس الغلابه ايه والله، يعني انا بستغرب ان هي دايما ضد الراجل الغلبان والمسكين والفقير اللي هو مش لاقي ياكل. يعني انت سيادتك لما تيجي تقول انا هزود 20% للادويه اللي هي اقل من 30 جنيه فاقل. انا عايز افهم الحكومه دي ما عندهاش رؤيه ولا ايه؟ يعني مين اللي بيستخدم الادويه دي؟ مين اللي بياخد ادويه من 30 فاقل غير الناس الغلابه والمساكين والفقراء؟ عايز افهم مين تاني في مصر شعب مصر بيستعمل الادويه دي غير الناس الغلابه اللي هو الثواب الاعظم من الشعب المصري. لما تيجي سيادتك وتقول لي ان انا هزود 20% الادويه دي كانك انت دايما سلاح سيف مسلط على رقبه كل واحد غلبان وكل واحد فقير في مصر ان احنا هنطلع عينك يعني 30% مثلا 30 جنيه مثلا لو ال 20% منها يعني 6 جنيه، يعني هروح اشتري ب 36 جنيه يعني ب 40 جنيه، يعني هاخده ب 40 جنيه، الفقير الغلبان هاخده ب 40 جنه. طب عايز افهم انا يعني ايه رؤيه الحكومه في كده يعني؟ ليه دايما ضد الناس الغلابه والمساكين؟ ليه عايزه تعزز الموازنيه من الناس الغلابه والمساكين؟ ما هو بيقول لك شوف اي بند تاني، ما في ناس كتيره في مصر بتكسب، ده في رجال اعمال كبار رجال اعمال وفي ناس على اعلى مستوى. انت لما تيجي تكون عايز فلوس او بترفع ما تجيش على الراجل الغلبان المسكين الفقير. انا بستغرب والله. يعني انا بصراحه يعني انا مستاء جدا من هذا القرار. طب هل في تحركات يعني لتعديل هذا القرار؟ يعني انت مستاء، يعني هل مجرد استياء يعني ولا في اجراءات؟ انا هحاول اعمل طلب احاطه وبين عاجل السيد رئيس الوزراء وشوف ايه القصه دي. يعني احنا يعني شوف ايه القصه ده عشان الناس دي الغلابه المساكين هي اللي احنا بندافع عنها، هي اللي جايبانا المجلس، هي اللي صحيح احنا دول الناس الغلابه والمساكين دي ما هنجيش المكان ده. صحيح. احنا الناس الغلابه والمساكين هي اللي جابتنا في المكان ده عشان ندافع عن حقوقها وندافع عن مشاكلها يعني انت هتعمل طلب احاطه لرئيس الحكومه؟ ان شاء الله. عن هذا ده امتى سيادتك هتعمله؟ سيادتك على مسؤوليتك الكلام ده. يعني بكره ان شاء الله هعمل طلب احاطه لرئيس الحكومه باذن الله. انا بشكرك سياده النائب جمال عباس عضو مجلس النواب عن المصريين الاحرار عن محافظه اسيوط. الف شكر. هو قال انه هيعمل طلب احاطه بكره لرئيس الوزراء وقدمه لمجلس النواب حول ارتفاع أسعار الأدوية وقرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية 20%. أنا ألف شكر. هنطلع مع بعض نشوف تقرير عن ارتفاع أسعار الأدوية في الشارع، آراء بتأيد وآراء نشوف التقرير. وزارة الصحة عن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20% والتي تضم مجموعة من مستحضرات علاج القلب والضغط والسكر وغيرها من الأمراض. بداية هي ليست زيادة في أسعار الدواء ولكنها تحريك للأسعار لتغطية الخسائر الناجمة طبعا عن التضخم الحادث بارتفاع قيمة العملة. هناك أدوية سعرت عندما كان الدولار سعره 80 قرشا. هذه الأدوية بتحقق خسائر. الشركات طبقا لمسؤوليتها الاجتماعيه استمرت تنتج هذه الادويه عندما سعرت ادويه جديده واصبحت بتحقق بعض المكاسب عندما
يعني تحدث معادله بين ما يحقق خساره وما يحقق ربح. بعد ارتفاع الدولار في الفتره الاخيره اصبح كل مكان يحقق مكاسب بيتحول ايضا الى خساره. اصبحت المصانع مهدده بالتوقف، ولهذا يعني صدر هذا القرار، وهو قرار شجاع. لاول مره بيصدر قرار عن رئيس وزراء او وزير صحه بيتحدث عن تحريك الاسعار لتغطيه خسائر وانقاذ صناعه منها 8 مصانع بتتبع الدوله لديها مشكله ولديها خسائر. يعني منتظره من كذا سنه، الادويه ما زادتش بقالها اكتر من 20 سنه، فالزياده دي هتوفر الكيماويات وهتوفر للشركات الاستقرار يعني، وهتوفر للصيدليه برضو حاجات كتير ان الاصناف هتبقى موجوده، وكذلك المستهلك. يعني المستهلك بيدوخ عبال ما يلاقي العلاج بتاعه، بيصرف قد ثمنه. يعني لو ازازه قطره ب 4 جنيه يصرف 10 جنيه عشان يلاقيها، فلما تبقى ب 6 جنيه مش هيبقى في مشاكل بالنسبه له انها تبقى متوفره ويلاقيها. تأتي هذه الزيادة وفقا لما أعلنته الوزارة لدفع صناعة وسوق الدواء للإنتاج، ولكن يبقى سؤال: كيف لمواطن محدود الدخل أن يتحمل تلك الزيادة وسط أعباء الحياة؟ زينب وحيد، برنامج لقمة عيش، قناة العرب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أوقفت الحكومة بشكل غير رسمي طبعا استيراد ماء، مش عارف بشكل غير رسمي ليه، ما احنا عندنا مطالب فعلا بان ترشيد الاستيراد والحد من الاستيراد العشوائي. ما تعلن الحكومه خايفه من ايه مش عارف. ما يقرب، اعلنت عن ايه بشكل غير رسمي، ما يقرب من وقف ما يقرب من 200 سلعه من خلال 2000 سلعه عفوا، من خلال ازاي بآلية بيقول لك عن طريق تعقيد الاجراءات للمستوردين الراغبين في تسجيل المصانع الأجنبية التي يستوردون منها في وزارة الصناعة والتجارة كخطوة مبدئية لوقف استيراد سلع جديدة، في محاولة يعتقد المسؤولين أنها قد تساهم في حل أزمة زيادة أسعار الدولار، حل أزمة الدولار. أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرف التجارية حذر، طول عمره بيحذر أحمد بيه شيحة من أن سياسات وزارة الصناعة والتجارة قد تتسبب في وقف 150 ألف مستورد عن العمل، مشيرا إلى أن بوادر تلك الأزمة بدأت فعليا الأيام الجارية، ومن هنا مستوردين فعلا توقفوا عن العمل فعليا حسب تصريحات أحمد شيحة. احنا المفروض معانا أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. أهلا بيك يا أستاذ أشرف. بيك يا فندم، واهلا بمستمعينك ومشاهدينك الكرام. الله يخليك. هو طبعا في مطالب من زمان بترشيد الاستيراد والحد من الاستيراد العشوائي، وكان في دراسات وفي مطالب من اتحاد المستثمرين المصريين اللي بيرأسوا رجل اعمال فريد خميس انه حددوا اكتر من سلع ب 47 مليار جنيه بيتم استيرادها سنويا، يمكن الاستغناء عنها لان لها بديل مصري فيمكن ان تساهم في حل الأزمة. هل ترى أن هذا القرار يصب في الصالح أم أنه يضر بفئة المستوردين على حساب بص حضرتك يا فندم، القرارات اللي صدرت ورا بعضها متعاقبة منها القرار 991 و 992 اللي عدل بالقرار 43 لسنة 2016. القرارات دي يا فندم أصبحت معجزة للاستيراد تماما. ولو جينا حضرتك شفنا فاتورة الدولة الاستيرادية بالكامل بناء على كلام السيد رئيس الوزراء هي 80 مليار، لا هنقول ان هي 100 مليار علشان بندخل في وسطينا اللي هو التهريب شويه، بندخل فيها التهريب واللي داخل والفواتير مضروبه والكلام ده، يعني بندخل، فعشان كده بنقول 100 مليار. وال100 مليار يا فندم في 2015 كلهم بالكامل دبروا من جمهورية مصر العربية. إذا احنا ما عندناش أزمة دولار، لكن عندنا سياسة نقدية. سيادة الأستاذ هشام رامز لما حدد حجم الإيداع اليومي، إن أنا ماليش إن أنا أحط في شهر غير 50,000 دولار بس، وما أقدرش أستخدم غير 50,000 دولار بس في الشهر. فدي برضو يا فندم، يعني أنا النهارده داخل لحضرتك البنك معايا 100,000 دولار، تقول لي لا ما أخدش غير 50 وما أخدش ماشي، ما هي عدلت هذه السياسة وتم السماح برفع هذه القيود ورفع هذه الحدود، لكن الدولار ارتفع برضه. المستوردين وقفة للمستوردين، هي فتحت للمصدرين وللأفراد العاديين ما عدا التجار والمستوردين. حضرتك نتيجة القرارات دي ايه النهارده؟ ان النهارده قلت السلع اللي موجودة في الأسواق، وبناء عليها أدى إلى ارتفاع الأسعار
بعدين النهارده لو قلنا لحضرتك ان احنا من شهر 1 لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك دي فيها ديت يعني ما دخلش 5% من حجم الاستيراد اللي احنا بنستورده. طب ايه اللي رفع سعر الدولار واحنا دلوقتي ما بنستخدمش الدولار؟ الحاجه الثانيه حضرتك توافقنا بالكامل مع قرارات وزاره الصناعه والتجاره 43 بتسجيل المصانع، والناس قدمت المصانع والكلام ده كله، واصبح في تاخير من وزاره التجاره والصناعه انها تصدر قرارات ان خلاص المصانع دي اوكي مؤهله للتصدير لمصر. يا فندم اكتر من حوالي 4000 مصنع على مكتب سياده الوزير وزير التجاره والصناعه ولم يصدر بيهم قرار حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك. 4000 مصنع تقريبا، انا بقول 4000 مصنع اجنبي. مش عارف الرقم بالظبط بس انا بقول لحضرتك تقريبا. تقريبا يعني مجموعه مصانع كبيره جدا ولم يصدر بيها قرار علشان الناس دي تبتدي تشتغل. يعني انت شايف ان القرار ده في الاخر هيضر بمحدود الدخل نتيجه ارتفاع الاسعار؟ يعني هيؤدي الى ارتفاع الاسعار؟ ده شيء طبيعي يا فندم. وبعدين عايز ارجع اقول لحضرتك حاجه، لو القرار ده في صالح الصناعه المصريه احنا اول المؤيدين ليه. لكن يا فندم لما تكون الصناعه المصريه 95% منها صناعات تجميعيه، يعني بيجيب الشيء مفكك من بره ويربطه بمسمار ويقول انا خيرك صنع في مصر. طب انت يا اشرف، هل ترى ان القرار ده يعني انت بتقول سلسله قرارات تعجيزيه في زي ما حضرتك قلت وتؤدي لارتفاع الاسعار، القرار ده ترى ان هو تم بمعزل عن التنسيق بين القائمين على السياسه النقديه؟ يعني محافظ البنك المركزي، يعني وزاره الصناعه طلعت القرار كده من نفسها ولا كان في تنسيق واتفاق؟ لانه انا عندي ازمه في الدولار، عندي ازمه في الموارد. يا فندم المفروض اي قرار يطلع يمس فئه معينه لازم على الاقل نتناقش مع الفئه ديت. الفئه دي هي اللي موجوده في الشارع، التجار هم اللي موجودين في الشارع. حضرتك بتطلع قرار، هل تناقشت معانا؟ هيقولوا حضرتك ان هم بعتوا الاتحاد العام للغرف التجاريه والاتحاد العام للغرف التجاريه ايد القرار. لا يا فندم، اذا كنت انا رئيس شعبه الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه وعضو شعبه المستوردين لم يعرض عليا في الشعبه حاجه زي كده ان احنا نتناقش فيها. طب انتوا ما قدمتوش طلب بالاثار السلبيه اللي جت عليكم؟ قدمتوا مذكره للحكومه، اعترضتوا، ولا مجرد كلام بس يعني الاعلامات اللي زحلتنا كده يفهموا؟ لا يا فندم، ده احنا واعترضنا على الاعلام وعلى الجرايد وعلى المواقع الالكترونيه. لا رسميا يا فندم، لا الاعلام والجرايد ده انت بتقول رايك عشان المواطن يفهم يا فندم. يا فندم احنا حاولنا، الاستاذ احمد شيحه حاول يقابل وزير الصناعه والتجاره ما امكنش. رفض يعني؟ ما امكنش. رفض ولا ما عرفش يقابله؟ ما امكنش انه يقابله. انا ما اقدرش اقول لحضرتك رفض او لا، ما امكنش انه يقابله. اشكرك. ان احنا يا فندم في بعض من المستوردين قاموا بوقفه احتجاجيه امام وزاره التجاره والصناعه في شارع رمسيس. تمام. اشكرك الاستاذ اشرف هلال، عضو شعبه المستوردين بغرفه القاهره التجاريه. احمد شيحه حاول يقابل وزير الصناعه والتجاره المسؤول عن هذا القرار ومن اصدر هذا القرار، ما امكنش يقابله، ما عرفش يقابله، مش عارفين ليه. هنطلع نشوف تقرير يخص هذه المشكله ونرجع لكم تاني. قام النادي السياسي بالحزب العربي الديمقراطي الناصري مناقشة مفتوحة دعما لحملة اشتري المصري. المصري لازم يكون عنده برضه بعض الدافع الوطني ان هو يعني يمتنع قدر الامكان عن شراء المنتجات الاجنبيه. ويعني احنا مش لوحدنا، اليابان كل اليابانيين يعني بصعوبه شديده لما يشتري حاجه غير يابانيه، وايضا الكوريين. فنفسنا يبقى فيه وعي، الاب لما يعلم ولاده، الناس لما تشوف زمايلها، الام لما تنزل السوق، يعني ده كده يحقق ترابط بين المستهلك والمنتج المصري، يعني يتم من خلاله رفع مستوى الصناعه والانتاج في مصر. النادي السياسي تجربة احنا بدأناها من 3 شهور تقريبا، هي مكان لتلاقي كل الأفكار والرؤى والتوجهات. ربما الناس في البداية كانت فاهمة المسألة خطأ، بأنه دي جزء من آليات الحزب
في ضم الاعضاء. المساله مش كده في الحقيقه، المساله انه النادي السياسي مكان لتلاقي كل الافكار والرؤى والتوجهات والاراء بغض النظر احنا متفقين معاها او مختلفين معاها. ناقش المؤتمر قضية الاستيراد العشوائي وأثره على الصناعة المصرية وموارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. زينب وحيد، برنامج لقمة عيش، قناة العاصمة. برنامج برعاية سنعود. العيال دي دماغها نضيفة، بس مش خسارة الدماغ دي تتحرق في أي كلام. وقفنا وراهم لحد ما اخترعوا إنسان آلي يطلع المريخ. يا ولاد الإيه؟ البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري. السيد مصطفى السيد، شباك رقم 1. سؤال المليون: بنك التعمير والإسكان هل هو بنك للتعمير والإسكان فقط أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. هو بنك للإسكان؟ صح يا مصطفى، رد على مراتك. طبعا متكامل، ما هو بنك متكامل. إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده. في حلقة جديدة من برنامج انفراد، الدكتور سعيد حساسين يفتح ملف أزمة الأرز والقمح ويناقش المشكلات التموينية وسبب زيادة أسعار الأرز في السوق، الناتج المحلي من الأرز وحقيقة استيراده من الخارج، ما هي مشكلات الفلاح المصري عند توريد محصول القمح، كيف تراقب الحكومة مشكلات الفلاح للعمل على حلها، دور مجلس النواب في تلبية مطالب الفلاح. انتظرونا في برنامج انفراد مع الدكتور سعيد حساسين الليلة 10 مساء. قانون التظاهر بين الرفض والقبول، لماذا يرفض البعض هذا القانون؟ ولماذا يطالب حمدين صباحي بالإفراج عن متظاهري 25 أبريل؟ وهل يجوز لأحد أن يطالب بالإفراج عن متهم؟ ولماذا يريد البعض منا أن نعود لأيام الفوضى بعد 25 من يناير؟ كل هذه الأسئلة يجيب عنها الدكتور عبد الحليم أنديل رئيس تحرير صوت الأمة، واللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، في مواجهة ساخنة في برنامج عيون مصر. عيون مصر مع الإعلام الدكتور حاتم نعمان الليلة 8 مساء. انتظرونا. كلام جرايد مع مجدي طنطاوي، التحليل اليومي للأخبار المحلية. احنا هنا بنعمل اللي علينا بكل أمانة ووضوح. المتآمرون هنا وهناك بيحاولوا ان هم يعني يزيدوا في الوقيعة. استفتي قلبك ولو لم يفتوك. هن على أنفسنا فهن على كل الدنيا. أنت في خطر، أنت في خطر. انتوا اللي سايبين الناس دي تتكلم، فطالما انتوا سايبينهم يتكلموا ما تزعلوش. يا وطن توحد لعدم بناء دولة اسمها دولة بني إسرائيل. تمام. عاوزين نتوحد يا أستاذ مجدي. الناس بقت عارفه كل حاجه وفاهمه كل حاجه. بتكلم عشان في رب بيحاسب، مش بتكلم عشان جنابه بتسمعني. أعاهدك عزيزي المشاهد أن أكون لسانا صادقا ينقل إليك بكل تجرد وأمانة وموضوعية الحقيقة. كلام جرايد مع الكاتب الصحفي مجدي طنطاوي، اليوم 6:30 مع عزم جاهد. انتوا ضيوفنا النهارده. نفتح جميع الملفات. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض.
ملف كبير جدا هنفتحه، وعايزين نلاقي مصر كلها بدون اي فيروسات. الإعلام يتحكم في مصير الشعوب. اتوقع في الفتره دي والفتره اللي جايه هيبقى الحملات شرسه جدا. احنا بنتكلم بشفافيه، مش كل واحد يقول لك لا الاجهزه الرقابيه، مش كل واحد عايز يعمل بطل على حساب مصر. كيف نواجه الفساد؟ طول ما مصر في ازمه لن تجد اي مواطن خليجي يشعر في الامان. فعيب انك تتجرأ على هذا الجيش. عندنا درع وسيف، وعندنا جيش محترم، وعندنا شرطه محترمه قوي، وقضاء نزيه محترم، والله في سماء مصر لن تنكسر ابدا. مع الكابتن عزمي جاهد، الملف تشاهدون في الأوقات التالية. عدنا. هذا البرنامج برعاية من جديد اهلا بكم اعزائي المشاهدين. زي ما قلنا قبل الفاصل، النهارده هنناقش مشكله اللحمه، الفراخ، اكل العيش، اللمه ورمضان والعزومات. وزي ما قلنا كده المصريين بيصرفوا في الشهر ده ربع دخلهم او ثلث دخلهم، 4 شهور يعني في الفراخ. الفراخ زادت، الناس كانت بتاكل اجنحه وهياكل، دلوقتي يمكن بطلت لا تاكل لا اجنحه ولا هياكل ولا حتى هتاكل رجول، والرجول دي بقى ما فيهاش حاجه، ما فيش مرقه ولا حاجه للعيال. الاسعار ارتفعت في الفراخ 35% للكيلو، وصل الكيلو 28 جنيه 26 و26 و28 جنيه. وفي توقعات بيقول لك ان سعر كيلو الفراخ قبل رمضان هيبقى ب 30 جنيه. هذا يدق ايه؟ صاحب العيال يعمل ايه مش عارف. بعد ما كان سعر الفراخ كان 14 جنيه، وكان وصل 11 جنيه من سنه، كان سعر الفراخ افتكر كان ب 11 جنيه و13 جنيه يعني، ولما زاد قوي بقى ب 18 جنيه و20 جنيه، دلوقتي 28 جنيه وهيوصل 30 جنيه قبل رمضان. وطبعا الفراخ غير اللحمه، بروتين الغلابه. اللحمه الاخرى زادت 85 و90 جنيه الكيلو، والبقى البيتيلو ده بقى يوصل 140 جنيه بقى. ما حدش طبعا بياكل بيتيلو يعني، اللي بياكل بيتيلو وريش وضاني وبتاعه ده يعني 140 وانت طالع و170 و80 بقى، والحاجات الكبيره ديت ما نقدرش احنا عليها، والناس الغلابه. طيب الدولار هو المتهم الرئيسي في كل حاجه. طب اي حاجه بيرمع، حتى بتاع الجرجير، تروح تشتري ربطه الجرجير تلاقي الربطه بعد ما كانت كده ربنا سخطها وبقى فيها 5 6 عيدان، بعد ما كان فيها 20 30 عود كده وملانه تخزي العين كده، يقول لك ايه الدولار زاد يا بيه. بتاعت الجرجير الشبت الدولار زاد يا بيه، يعني الخاص الدولار زاد يا بيه. فكله الدولار هو المتهم الحاضر الغائب في كل مشاكل المصريين. طب هو الدولار السبب؟ قد يكون السبب، ما احنا بنستورد 70% من غذائنا، بس في حاجات ما لهاش علاقه بالدولار بقى يعني الجرجير له علاقه بالدولار مش عارف. المهم، طيب هل غياب الشفافيه لدى الحكومه تقول لنا الازمه بالظبط ايه؟ وان الحكومه بتشتغل على المواطن الغلبان فعلا؟ وزاره الزراعه وزاره التموين، وفي حلقات سابقه فيه نواب في مجلس النواب طالبوا بإقالة وزيري الزراعة والتموين بعد فشلهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. النهاردة برحب، هيكون معنا ضيوفنا الكرام، الأستاذ أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن ورئيس رابطة حلوة مستوردي البط باتحاد الغرف التجارية. وضيف الثاني الأستاذ محمد شرف مصطفى، نائب أول رئيس شعبة القصابين اللي هم الجزارين في اتحاد الغرف التجارية. أهلا بيكم. قبل ما نبدأ موضوعنا معاكم النهاردة، موضوع اللحمة والفراخ، هنطلع نشوف تقرير مع بعض كده ونرجع نتكلم في الأزمة اللحمة والفراخ. شهدت الأسواق زيادة ملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن، وذلك قرب مجيء شهر رمضان الكريم، الأمر الذي أدى إلى شكوى الكثير من المواطنين من هذه الارتفاعات. مشتري غزل حاجة
بدل ما اجيب فرختين اجيب فرخه بقسمها على 5. حرام، حسب الله ونعم الوكيل. الفراخ غاليه، الخضار غالي، اللحمه غاليه، كل حاجه غاليه، الناس هتشتري منين؟ والفلوس حتى القبض رخصوا عملوه نزلوه، يعني مفيش حاجه شغاله خالص وكل حاجه. حتى التومين كنا بناخد تومين قد كده، بقوا يدونا التومين على القد وما بيكفيش حد. هناكل النهارده مش هناكل بكره. التموين غالي، كل حاجه غاليه. ما كانش فيه زيادات، احنا فوجئنا بالزياده دي مره واحده. مره واحده كده الزيادات دي جت منين ما نعرفش. منين تيجي 3 اشهر ولا 4 اشهر كان الكيلو حي كان ب 32 جنيه. النهارده الكيلو حي ب 37 جنيه. كيلو لحم 85 جنيه ما بيجيبش حقه. الله يكون في عون الجزارين. يعني الجزارين مستويه، في جزارين تعبانه وقفلت. النهارده الجزار اللي هو شغال، اللي هو الجزار اللي واقف على رجليه، اللي هو الجزار القديم بالعربي، اللي هو بيحافظ على نفسه ويخلي باله على نفسه. الفراخ كانت 15 جنيه، النهارده بتتباع، احنا بنبيعها ب 21 وكده، ب 20 جنيه مزرعه سعر الخلال. احنا بنضيف نص جنيه للتاجر، واحنا بنضيف في المحل هنا نص جنيه. لكن بره طبعا بيضيفوا 5 و3 و4. لما جت يعني خفيفه الفراخ في المزارع، العلف غالي عليهم، سعر الكتكوت غالي، سعره غالي، تكلفه الفرخه في المزرعه بتبقى غاليه، فبتجيلنا هنا بتبقى غاليه، اسعارها رفعت جدا. حيرة وتساؤلات رددها المواطنون عن سبب هذا الارتفاع وسط مطالبات بتدخل الدولة لخفض هذه الأسعار. زينب وحيد، برنامج لقمة عيش، قناة العاصمة. اهلا بكم من جديد. شفنا مع بعض التقرير يا استاذ مفتوح. ايوه. خلينا نبدا بالفراخ، لان الفراخ حتى سعر الفراخ مهما غلي غير اللحمه. هي الغلبان بيجري على الفراخ قبل ما يجري سلعه شعبيه يعني. اللحمه دي يعني الناس الميسوره شويه المقتدره يعني. من وجهه نظرك يعني لما الفراخ توصل 28 جنيه وانا فاضل لي ايام على رمضان ومتوقع توصل 30، ايه السبب من وجهه نظرك كراجل مسؤول، نائب رئيس شعبه الدواجن اتحاد الغرف التجاريه، وكمان ايه بقى رئيس مستورد البط، رابطه مستورد البط. أيوة. جديده بالنسبه لي والله. اتفضل. بالنسبه للاسعار، الاسعار مرتفعه وارتفعت حاليا بشكل غير متوقع قبل رمضان. المفروض الارتفاعات دي كنا متوقعينها تكون في رمضان. احنا حذرنا من اول شهر 3 واصدرنا بيان في الغرفه التجاريه وكل الصحافه اتكلمت عنه من تداعيات ارتفاع الاسعار، وبنحذر ان الاسعار هترتفع، وكان عندنا علاج للامر ده ان بحيث ان الاسعار تتوازن، يعني تبقى مثلا في متناول المستهلك البسيط، ان ممكن يشتريها من الاسواق في حدود كيلو 22 جنيه. ما طرحتش البدائل في البيان بتاعك. احنا تابعنا البيان فعلا اللي انتم طلعتوه في 16/3. ايوه. من الشعبه. نعم. انت ما قلتش البدائل ايه؟ انت قلت انا بحذر، لكن انت كشعبه هتعمل ايه؟ ما انا حذرت وقلت الاسباب. يعني او احد الاسباب اللي كانت مؤديه لارتفاع الاسعار، او اللي ادت لارتفاع الاسعار. اوجزها لي في نص دقيقه. اوجزها لحضرتك. احد ارتفاع الاسعار وليس السبب الرئيسي ولكنه سبب هام، ان فوجئنا ان في قرار اتاخد في 25/11/2015 بوقف استيراد الطيور من فرنسا نظرا لظهور بؤره في فرنسا. تمام. بس ده سبب ثانوي. لا ده سبب ثانوي، بس هم وقفوا عليه يعني. في كميه يعني ما انت ما بتجيبش كل لا يعني في كميه بيجي 25 مليون بطه حضرتك. ال 25 يا مليون باشا بطه مش كل الناس بتاكل بط، ربنا يخليك. لا حتى لو مش كل يعني الناس مش كل يوم ببط. انا على ما حاجه تجيب لي بطه من البلد كل شهرين 3 جيب لي بطه يعني. بس سلعه بديله او سلعه مكمله بتؤدي لانخفاض السعر. يا ريس سعر الدكر البط بكام او الكيلو البط بكام؟ انا كيس على الفراخ، خلينا في الفراخ يا ريس. الدكر البط يوصل 100 جنيه 120 جنيه.
فيها 4 كيلو يكفي اسره ولا ما يكفيش اسره؟ مش 8 كيلو لحمه. ايوه يبقى بس ما حدش بياكل بط. لا ده كله بياكل بط. مين قال لك بط يعني؟ انت يمكن ما بتاكلش بط، العريف بياكل بط بدليل انها سلعه متواجده. مين قال لك ما حدش بياكل بط؟ لا لا دي سلعه هامه جدا. ماشي ده سبب سنوي سلعه اساسيه بس يمكن ده له علاقه عشان انت رئيس رابطه البط. تمام البط فده يهمك يعني انت يهمني ومؤثر. طب ايه السبب الرئيسي؟ ده سبب سنوي خلاص. لا اساسي ورئيسي مش ثانوي. انت قلت مؤثر. انا قلت لك احد الاسباب الهامه استيراد الطيور من فرنسا. احد الاسباب والبط الفرنسي يعني. تمام. يعني مصر كانت بتستورد بط فرنسي يبقى قد ايه بقى؟ بط فرنسي بنستورد 25 مليون بطه. 25 مليون بطه في السنه من فرنسا. من فرنسا. بكام دولار؟ بكام دولار؟ بننتج مليون بطه. بننتج مليون بطه. نستورد ولا ما نستوردش؟ يعني مصر تستورد لا لحظه نخلي 4. لا ده كلام مهم. ده كلام مهم جدا. كلام مهم. مصر تنتج مليون بطه. تمام. بطه مولر من اللي بيستورد. مولر مستورد. تمام. ايوه. لكن مش بط بلد اللي بيربيه. لا بط بلد. اجمالي انتاج مصر من البط 11 مليون بط. 11 مليون بط. منهم مليون بطه مولر. اللي بيستورد بقى من فرنسا. تمام. 25 مليون بطه. 25 مليون بط. اصحاب النفوذ والفساد اللي في البلد يوقف عشان المليون بطه ده يتباع البطايه ب 25 جنيه عمر يوم. وقفوا استيراد البط وساعدوا في وقف استيراد البط من فرنسا. اللي البطه بتتباع فيه عمر 15 يوم او عمر طلعوا قرار. يعني انت شايف القرار ده لحساب فئه معينه بالظبط كده. يعني وراها علامات استفهام يحمل طبعا باينه خلاص باينه للكل. يعني كفايه انا بط. لكن انا مش هتهم حد ما عنديش دلائل. طب خش على الفراخ. اخش على الاساس يا بيه. خش على الفراخ. ماشي نخش على الفراخ. الفراخ طبعا الثروه الداجنه بشكل عام سيادتك بتعتمد على الاستيراد من الخارج في صوره اعلاف في صوره ادويه. حوالي 70% حضرتك 70% من الثروه الداجنه بتعتمد على الخارج. واخد بال حضرتك؟ اللي هي استيراد الاعلاف والادويه. استيراد الاعلاف طبعا زادت بنسبه 30% تقريبا. فبالتالي التكلفه بتاعت التربيه نتيجه الدولار. فبالتالي سيادتك ان التربيه بالتالي بتزيد التكلفه. واخد بال حضرتك؟ في السنه اللي فاتت زي اليومين دول كانت الفراخ في حدود 15 جنيه في المزرعه. ده النهارده ب 22 جنيه وب 23 جنيه، يعني زادت تقريبا 50%. بسبب ايه؟ بسبب ان الاعلاف بنجيبها مستورده يعني بسبب الاوبئه برضو ما فيش سيطره على الاوبئه لحد الان. الحجر البيطري بسبب برضو الموجه الحاره اللي عدت من كذا يوم دي اثرت بنسبه 10 او 20% البيئه على اثرت على النفوق. يعني بقى نفوق الدواجن وهي صغيره اللي كانت هتطلع في رمضان، فبقى في ندره في من المعروض والطلب قوي. وبالتالي يتوقع ان السعر فعلا يوصل عند في الاسواق في الاسواق الفرارجيه وكده 30 جنيه. 30 جنيه فعلا متوقع يوصل 30 جنيه في رمضان. على مسؤوليتك الكلام ده توقعات. بالشكل ده يوصل لسعر كيلو الفراخ 30 جنيه على مسؤوليه 26 يعني قريب فاضل جزء جنيهات يعني. نروح للحمه بقى. احنا خلصنا الفراخ يعني كيلو ونص اللحمه. استاذ محمد شرف نائب اول رئيس 120. اتفضل استاذ محمد شرف نائب اول رئيس شعبه القصابين باتحاد الغرف التجاريه اللي هم الجزارين. طب الجزارين وما ادراك ما الجزارين. لا ما تتهمش الجزارين. يعني مال اللحمه مشغته. الجزار معرفه. لا على بس على كيلو ونص لحمه افضل من بطايه، لان ممكن ياكلوه 6 و7 انفار. تعالى هات البطايه هياكلوها قد ايه؟ برضو اللحمه هي اللحمه. حتى في يعني طب انا مش عايز اقلبها منافسه بقى. لا مش منافسه. لا ما بين البط واللحمه. انا عندي ناس غلابه 70% من المواطنين غلابه محدود الدخل، حتى مش هيلاقوا الاجنحه والفراخ، مش هيلاقوا الاجنحه ولا الهياكل ولا العظم حتى والرجول ولا عظم الفراخ. مش مشكله. كلمني بقى الاسعار الحقيقيه بتاع اللحمه. مش يا باشا مشكله كلمني في اسعار اللحمه. ليه اللحمه زادت؟ اللي وصلت 90 جنيه وعندك البيتين اللي بيوصل 140 و150. احنا هل هو الجزار المسؤول ولا عدم التنميه، عدم الانتاج؟ مين يتسأل فيها؟ انا بسألك اهو. لا احنا مش مسؤولين، الجزار مش مسؤول، الجزار القرماجي اللي واقف في المحل ده اخر حلقه بتجيله اللحمه. انتوا كام جزار في مصر؟ احنا بتاع 10000 مثلا. 10000 جزار مسجلين. في الغرفه التجاريه. قدهم مرتين 2 غير مسجلين اللي بيقفوا على الطريق كده وانت ماشي ويجيب حته قرمه وحته مش مشكلتنا. مشكله الرقابه. تمام. مالناش دعوه احنا بالكلام ده. ماشي؟ الاسباب
اسباب ايه؟ الارتفاع الاسعار، ما انت ما بتنتجش وما عندكش تنميه وبتستورد اعلاف، وعندك دلوقتي حضرتك المفروض اللحمه دي ما تزيدش. عندك القوات المسلحه منزله والزراعه منزله والتومين والداخليه والقطاع الخاص واقفين بيبيعوا وبيحطوا كده اي كلام يفق كده وواقفين يبيعوا. طب اللحمه زادت ليه؟ بتزيد ليه؟ طب ولو كل ده مش موجود اللحمه تزيد ليه؟ العلف ومش عامل حاجه. المفروض ان السيد وزير الزراعه المفروض وزاره التموين وتحيا مصر عندها وزاره القوات المسلحه بتنزل فراخ وبتنزل لحمه فعلا. وانا شخصيا والله 3 اشتريت عشان اجرب، اشتريت لحمه وفراخ من عربيات القوات المسلحه، وبقت موجوده كمان في مناطق راقيه ومناطق كويسه ومناطق شعبيه. كان في الاول مناطق شعبيه، دلوقتي منتشره بشكل رهيب جدا. المفروض اللحمه تنزل ولا انتوا عاملين لوبي ضد الناس الغلابه؟ مين احنا؟ انتوا اللي لا مين؟ لا مش الجزارين ما لهمش دعوه. انت بتجيب لحمه بتجي لك من السلخانه بتقف عليك غاليه، تعمل ايه؟ طب اقول لحضرتك على حاجه، طب الدوله متمثله في وزاره الزراعه او التومين ما بتنزلش اللحمه البلدي دي ليه وتبيعها رخيصه؟ يعني انت بتتهم الدوله لا ما فيش انتاج، احنا ما عندناش انتاج. وزير الزراعه المفروض يقعد مع مدير الانتاج الحيواني اللي عنده ويشوفوا ايه المشاكل بتاعه تنميه الثروه الحيوانيه، وبعدين يتفضل دوله رئيس الوزراء يشوف المشاكل اللي عنده تحل. ويا ريت القوات المسلحه تخش تحل المشكله دي، لكن احنا لا. انا هرجع لك رغم جهود وزاره التموين والقوات المسلحه وتحيا مصر في توزيع الفراخ واللحوم على باسعار معقوله بالنسبه لمحدود الدخل في الدوله، لكن اسعار اللحمه واسعار الفراخ ما زالت غاليه وولعت وهتولع. هنطلع فاصل ونرجع تاني. برنامج برعاية سنعود. عمر الأطمس ما شاء الله ايده تقيلة، بس مش خسارة السوينج ده يروح حضر. فوقفنا وراه لحد ما بقى الثاني على العالم في الاسكواش. البنك الأهلي المصري راعي البطل المصري. السيد مصطفى السيد شباك رقم 1. سؤال المليون: بنك التعمير والإسكان هل هو بنك للتعمير والإسكان فقط أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. هو بنك للإسكان؟ صح يا مصطفى. رد على مراتك. طبعا متكامل، ما هو بنك متكامل. إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده. عدنا. هذا البرنامج برعاية من جديد. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. ارجع للحمه. اللحمه يا استاذ محمد شرف، اللحمه مين المسؤول بقى؟ المسؤوليه دلوقتي هناك اتهامات للجزارين ان هم جشع الجزارين وراء ارتفاع سعر اللحمه. بلاش الكلمه دي، لا ولا مش في محلها. طب هكمل مش في محلها. هكمل خلص الناس واحد معايا ودي معايا. ماشي. ولا وزاره التموين عشان ما فيش رقابه على الاسواق، ولا الرقابه لا التفتيش موجود والرقابه ولا وزاره الزراعه. امال مين المسؤول؟ يبقى انتوا السبب. ما واحنا بنزرعه ولا احنا بننتجه مش عندنا. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. وزاره الزراعه السيد وزير الزراعه قال ديك النهار احنا طارحين 10,000 عجل في الاسواق. فين هم؟ طب واللحمه ما بترخصش ليه؟ هو عربياتهم هو طرح 10,000 عجل. بيقال كده في الشريك كده على التلفزيون. طب وانتوا كشعبه رصدتوا ده؟ ان وفين هي الشعبه؟ هم عاملين دول للشعبه.
ما هو المفروض الشعبة تكون موجودة في اللجان، واحنا مقدمين طلبات كتير لكذا وزير زراعة موجود بمشاكل التنمية الثروة الحيوانية، ولا حد يستجاب لينا. فين احنا فين لينا دور؟ هم مهمشين الشعبة. ادي المشكلة كلها. لكن هو لو في تخصص والشعبة موجودة معاهم اهلا وسهلا، وبعدين هم يحلوها، هم يملكوا. النهارده كل حاجه نلتجئ للقوات المسلحه، يبقى لازم القوات المسلحه تخش في الموضوع. عندها الضابط اللي هو ما هي دخلت القوات المسلحه، ما هي داخله حضرتك بتبيع. لا، في اماكن اشد احتياج من رمسيس وشبرا والحتت دي كلها، في اماكن متطرفه وهي محتاجه العربيات دي. طب فين الجزار التعاوني بتاع زمان؟ ما بعتناه. فين الجزار التعاوني؟ موجود يا بيه. كويسه جدا. الشعبه قدمته لوزاره التموين واستلموا، بعض الجزارين استلموا اللحم السوداني. بس التموين ما عندوش الا السوداني. ما بيديش بلدي ولا الزراعه. هم يعني اذا الازمه انت بتحملها لوزاره الزراعه ووزاره التموين؟ امال عندنا احنا ما عندناش ازمه. احنا اللحم غالي سواء في الاسواق او في التربيه. هم يدخلوا ويبقى بدل ما هم وقفوا دلوقتي زي ما وقفوا للمحلات واقفين يبيعوا في الشارع، ينزلوا المذبح ويذبحوا ويدونا. مفيش تاجر في المذبح ساعتها. ينافسوا التاجر عشان نعرف الاساس منين. إيه؟ واحنا تحت امره. طب انت من وجهه نظرك لما كيلو اللحمه يبقى ب 90 جنيه دلوقتي، كيلو اللحمه اللي يبقى في متناول المواطن ومحدود الدخل والسعر العادل ليه؟ هو فين السعر؟ ويناسبك ويكسبك برضه. كام انت شايف انه يبقى كام؟ مفيش كام. ما هو مفيش، هو غالي، البلدي غالي. العجول بتهدر دهن لان احنا عندنا ما عندناش مراعي طبيعيه. العجول واقفه وبتاكل علف فبترمي دهن، لازم يبقى غالي. طب خلي الفنادق تاخد لحم بلدي يا ريس يقدر منها. يا ريس انت عايز تقول لي ببيع كيلو اللحمه البلدي ب 90 جنيه وهو 90 جنيه وهو ب 37 جنيه في لحمه القوات المسلحه. لا معلش واحده. ايوه تمام. لا دي عجول اسباني وارجواي واخد بالك وبتتختم معاها. ايه الفرق بين دي ودي برضه؟ مستورده. والله اللحمه طعمها حلو ماشي، قلنا حاجه مستورده يا سيدي. ينزلوا يشتروا من الاسواق ويذبحوا في المذبح ويدوا الجزارين ويشوفوا الجزار هيبيع بكام وهم هيبيعوا بكام للجزار. طيب طيب الفراخ هو ما فيش حل، ما حلليش حاجه. هو ايه اللي محل؟ انت خلينا في الفراخ يمكن تديني آلية يعني. توقعاتك فعلا لسعر الفراخ قبل رمضان. توقعات وما قلتليش الازمه يعني ايه؟ ما حطيناش ايدنا على الجرح زي ما بيقولوا. ايدنا على الجرح ان احنا نحل مشاكل الثروه الداجنه، ان في الظهير الصحراوي يتعمل مدينه متكامله للدواجن وللثروه الداجنه، مدينه متكامله على مساحه 1000 2000 10000 فدان، وتتنقل ليها معظم المزارع الصغيره لان الشركات الكبرى يعني كلها. انت بتطالب بمشروع قومي كبير طبعا لانشاء مدينه للدواجن. أيوة. على مساحه 10000 فدان على عودتك كمرحله اولى كمرحله اولى. ايوه كل المزارع الصغيره بالظبط عشان نحاصر الاوبئه وعشان يبقى سهل ان الهيئه العامه للخدمات البيطريه تراقب يبقى في تنسيق. يبقى في تنسيق بين الزراعه، يبقى في تنسيق بين قطاع الانتاج الحيواني والداجيني. معانا اتصالات اعتقد الجمهور واللي بيشوفونا دلوقتي. معانا مصطفى من القاهره. رايك ايه يا استاذ مصطفى في ارتفاع اسعار الفراخ واللحمه؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير حبيبي. انا عايز اوضح بس جزئيه صغيره بالنسبه للاستاذ اللي بيتكلم بالنسبه عن اللحوم واسعار اللحوم. هل حضرتك لازم الجزار يكسب 25 جنيه في الكيلو و30 جنيه؟ انا بتحدى الراجل المحترم اللي جنبك بتاع اللحوم ده ينزل المجازر ارقى لحم ما ياكلوش الا البشوات ومن المتجر ب 55 و53. ليه نغالي ونقول الكيلو يوصل 100 جنيه ويوصل كذا؟ البلد بخير. يعني من المتجر ب 55 جنيه الكيلو؟ انزل حضرتك ب 53 جنيه يا فندم لحم بلدي بقري فوق الممتاز. وهو حته يا استاذ مجازري. طب انت سامع المتصل؟ ايوه منين؟ طب خليك معايا خليك معايا يا استاذ مصطفى. قول له لحم ايه؟ خليك معايا اسمع. لحم ايه؟ هل بقري؟ ده من المجزر. لا مفيش مجزر. مستورد 50 جنيه كل مستورد وب 56 جنيه المستورد. بيقول لك مستورد يا استاذ مصطفى. 85 وكلها الدنيا ب 56 جنيه مستورد ومختوم احمر. بيقول لك من المجزر يا ريس. ما هو من المجزر، ما هو بيذبحوه في المجزر. الله البقري ب 60 جنيه النهارده كاشف عليه 61 جنيه بالختم بتاعه بلدي بالختم بتاعه بلدي يا استاذ مصطفى. بلدي بيتختم احمر بلدي يا استاذ بيتختم احمر والله 53 جنيه
ما فيش يا بيه الكلام ده. ده باين بيحلم بقى حاجه بقى لها شهرين ولا 3. كان اللحم ب 55 ما كانش ب 53 كمان. 55 اهو. لا ما فيش ب 55 و53 وبقول لك عندي انضف مين؟ لحمه. عندي مين؟ في مجازر. فين انهي مجازر؟ لا اله الا الله، احنا مش بناخد مجازر. هو ده مش متصل. لا 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 ما فيش الكلام ده. امال بكام؟ ما يعرف 59 وب 60 61. اللحم اشكرك استاذ مصطفى، اشكرك. الاستاذ رجب من الاقصر. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. تحياتي ليك ونضيفك وقناه العاصمه رقم 1 في مصر. اتفضل. يا ريت تسمعني يا استاذ. اول ما كتب القلم ايه؟ كتب الله وكمل السطر بمحمد. يعني معناها بعض الاعلام المسؤول الاول على زياده الاسعار وعمل بلبله في الاسواق اقليه من الاعلام. مفيش غير قناه العاصمه، مش عشان بكلمك، قناه العاصمه وصدى البلد. بس الاعلام رد فعل يا عم رجب. الاعلاميين رد فعل عن السوق، احنا مسؤولين ازاي؟ احنا بننزل الشارع نسال المواطنين وبنشوف بعينينا. اشكرك عم رجب، اشكرك يا عم رجب. هو حمل ازمه الاعلام في الاخر، الاعلام بقى المتهم. الراجل اللي بيناقش بيقول جاي الحقونا السعر زاد، بقينا المتهمين يا عم رجب. الله يجازيك خير يا عم رجب. يا ريس أمرني. يا ريس انا عايز كلمه اخيره بقى. انت شفت المتصل؟ انت كده خلص البرنامج؟ لا لسه. انا بحسب. يا ريس انا عايز في شكل موجز بقى. تمام. في نص دقيقه قول لي الحل ايه؟ اديني روشته. انت راجل ايدك في السوق دلوقتي. ماشي. وراجل جزار وباين عليك جزار عقر. ماشي. وجزار عتائي يعني في السوق. قول لي بقى الحل ايه؟ الراجل المتصل قال لك اهوت وانت قلت بيختموا اللحمه بلدي. يعني في غش في لا مش غش، ما هو بيتختم احمر، ما هو عادي. وتقول لي بلدي ما هي يقول مستورده حيه. طيب واحنا قلنا لك مستورده مجمده. ما هي حيه. تمام ماشي. تمام 55 جنيه يبقى 55 جنيه 55 جنيه وتبيعها لي ب 90 جنيه. يا بيه بعضماه بدهناه. يعني يا ريس 35 جنيه. مين اللي قال لك الكلام ده؟ 35 جنيه في كيلو. مين برضه هي مشكله الاعلام حضرتك. برضه الاعلام تاني. اما لا اله الا الله. انت حضرتك ما عندكش خلفيه باللحمه، انت بتناقش على ورق دلوقتي. ازاي يبقى 55 جنيه هتقول لي فلاح وعارف كل حاجه؟ ده متصل وانا فعلا فلاح. طب ماشي على عيننا وعلى راسنا. ده عنده ب 55 ينزل يقول لي بيذبح فين ويجيب. محمد من القاهره معانا. محمد من القاهره. اتفضل استاذ محمد من القاهره. اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انت عارف انا شهر 2 بالظبط كنت مجوز بنتي ورحت عند جزار جبنا عجل ضيعته خدت نصه ب 52 جنيه ب 53 جنيه الكيلو. وقفت عند الجزار خدت نص العجل وانت في جواز بنتك ب 52 جنيه؟ ب 53 جنيه. 53 جنيه؟ ده عند جزار مش من المجزر بقى. مش من المجزر. ماشي حضرتك واخده شك براكب. لا اله الا الله بدهنه ومطلع منه ايه؟ بقول لك شك براكب يعني بدهنه بعضمه كله يا باشا. وبميته لا عنده لا مصاريف ولا نقل ولا عوايد ولا. طب يا استاذ محمد شك براكب. شك براكب بدهنه ولحمه وميته. شك براكب يعني ولا ايه؟ ما هو ما يعرفش حضرتك. لا اله الا يعرف يا بيمد اتذبح واتدلع عليه ميه نص العجل مش مشفي يا استاذ محمد. امال هيدوا له كمان مش يا ريس العجول البتلو يا ريس لو عجل بتلو ما بيبقاش مشفي بعظمه معروف. والبتلو كمان ب 53. لا ما هو بقول عجل بقى دي كبير يعني عجل بقى كبير. نص العجل اقول من نص العجل بعظمه بقى بعظمه يا ريس شاكي براكب. ايوه عيادي يا بيه. واخده بعظمه ب 53 جنيه. اشكرك يا استاذ محمد. المهم بعظمه بميته بدهنه ب 53 جنيه. هي ناس لا يا رجول وفراخ ولا راعي عظم ولا حاجه. بدهنه مش مشكله 53 بدل 90 جنيه. شفت بيتحلق. لا بعظمه واحنا بنبيعه بعظمه ب 90 جنيه. طب يا سيدي يا باشا شاكب راكب ونبي استاذ شرف شاكب راكب بدهنه بعظمه. الناس مش لاقي حتى العظم ولا ماسوره حتى. الواحد كان بيروح يجيب كيلو لحمه يجيب عليها ماسوره بنص جنيه ولا بجنيه. كان زمان يعمل مرقه للعيال ويسقي وياكل. شاكب راكب في الفراخ برضه. شاكب راكب في الفراخ ما تمشي. يعني في طبعا فيليهات برضه بيشفوا صدور وكده. ده زي اللحمه. لا الفيليه الفراخ فيليه الفراخ او فيليه البطه او الرومي. يعني فيها شاكب وراكب بس برضه غاليه طبعا. يعني الفرخه كامله غير الفرخه مشفيه يعني. برضه دي سعر ودي سعر.
طبعا الاسعار حضرتك اللي بتتباع طبعا فرخه كامله، يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده ما اتكلمناش في فيليهات ولا حاجه. الفيليهات طبعا تغلى، توصل 50 جنيه 45 جنيه. اديني تعليق اخير بقى قبل رمضان والفراخ 30 وقبل رمضان. في نص دقيقه بالظبط عشان هي دي اللي قدامي. طيب ماشي. موجزه ان شاء الله. الحل ايه؟ الحل زي ما قلت لسيادتك كده ان يبقى عندنا انتاج غزير عشان يكفي الاستهلاك ويكفي الطلب. الحل والمدينه دي اللي انت بتطالب بيها؟ بطالب بانشاء مدينه متكامله لانتاج الثروه الداجنه، وخصوصا يعني فراخ وبط كله بقى. انت ما بتتكلمش عن الفراخ، الفراخ بس. ايوه لا بتكلم والبط كمان والارانب كله بحيث تبقى تحت سيطره الدوله وتحت رقابه الدوله، ويسهل السيطره عليها ويسهل الرقابه عليها، وتبقى مراكز البحوث تشتغل، ويعني نظام متكامل يعني. تمام. اشكرك تحت امرك استاذ شرف. امرني. الحل في ربع دقيقه. انا خلصت الانتاج وقتي والمخرج هيعلقني عليه. الانتاج والتنميه في ايد وزاره الزراعه ودوله رئيس الوزراء والقوات المسلحه. الانتاج والتنميه. انت تحمل الازمه للدوله، ما عندهاش انتاج، ما عندناش مواشي، ما عندناش لحوم حيه كافيه رغم الاستيراد ورغم الجهود بتاع القوات المسلحه. انا خلصت. انا خلصت. ماشي. يبدو ان ملف الدواجن واللحوم هيعيش معانا شويه لسه، لانه الفراخ اللحمه ب 90 جنيه ممكن نص دقيقه والفراخ ب 30. ممكن نص دقيقه نوضح حاجه للمشاهد. طب اتفضل. يعني برضو من ضمن الاسباب البيروقراطيه اللي موجوده في البلد واللجان والمشاكل دي كلها عوائق يعني امام تنميه البلد بشكل عام. يعني انت قلت القرار ده بتاع قرار البط كان لحساب ناس ثانيه. يبدو ان ملف اللحمه والفراخ هيعيش معانا الايام اللي جايه دي من هنا لحد رمضان. يا ربنا يدينا ويديكم طول العمر، وربنا كده ان شاء الله يبلغنا رمضان ويرحم شهدائنا وشهداء الطائره المصريه المنكوبه، واحنا بنعزي نفسنا وبنعزي مصر كلنا وبنعزي شهداء الطائره المصريه. وربنا ان شاء الله مصر لن تركع اقتصاديا، مصر لن تركع سياسيا، وان شاء الله مصر تقف على رجليها، ومصر تخطي الازمه ونعدي باذن الله، وربنا يبلغنا رمضان ويعدي رمضان على خير ويكون اخر الاحزان. واشوفكم الاسبوع الجاي في ملف جديد واخبار جديده عن لقمه العيش في مصر. برعاية حلمه اتولد معاه ومهمتنا ابتدت. حلم كل طفل في مصر واجب على بنك أهل مصر. البنك الأهلي المصري أكتر واحد عارف أهل مصر محتاجين إيه، عشان كده صرف في آخر 5 سنين مليار جنيه على تطوير المدارس والمستشفيات والقضاء على العشوائيات. دي البداية ولسه معاكم مكملين. من أهل مصر
والأهل مصر. السيد مصطفى السيد شباك رقم 1 رقم 1. سؤال المليون، بنك التعمير والإسكان هل هو بنك للتعمير والإسكان فقط أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. هو بنك للإسكان؟ صح يا مصطفى. رد على مراتك. طبعا متكامل، ما هو بنك متكامل. إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده